السلام عليكم الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في قصة جديدة وفي حلقة جديدة. الحلقة الفايتة خليناها مع سيد والدكتور اللي عطاه شي جوتات يديهم يدفنوهم في المقبرة. شوفوا تتمة الأحداث في هذه الحلقة من بعد الانترو وما تمشيو فيه. تسنى الطبيب حتى شاف السيد خرج من الباب ديال المكتب، من بعد هز التليفون ودوز واحد الرقم، وتسنى حتى جا الرد من الطرف الثاني وقال ليه: انا سلمت اخر 3 الجثث للسيد، وزعت الجثث على مجموعه ديال المقابر كيف ما قلت يا الدكتور فتحي، والموضوع ديال التصاريح تصرفت فيه، والعساسه ديال المقابر غنتفاهموا معاهم، والدكاتره كلهم سيناو على التقارير باللي شرحوا الجثث للاخرى، وحتى واحد ما يقدر يقول شي حاجه، وما كاينش الوقت باش نشرحوهم كاملين. ويكفي ان الدكتور عادل دار عليهم طليله وأكد باللي التشوهات خلات مستحيل يتم التعرف على الجثث. خليو هادو هنا ونمشيو لعند الدالية. رمات الدالية التليفون على الفراش وهي مشوشة ومع الصباح وغادية جاية في بيتها. التليفون د حاتم طافي من الصباح، هادي ماشي عادته، بصح اتفقوا باش يهضروا كل نهار مع 12، ولكن ما قداش تصبر حتى لنص الليل، وبالاخص بسبب شنو وقع البارح. واللي زاد شوشها هو قال ليها الليله اللي قبل باش ما تصونيش عليه، حيت غيسافر لواحد البلاصه على شي غرض مهم، ومن بعد غيدير ليها واحد المفاجاه زوينه. فين هي المفاجاه حاتم؟ واش المفاجاه هي طفي تليفونك هكا، ولا المفاجاه ما كملاتش ديكشي علاش طفى التليفون؟ وما قدرتش تتحمل وغرقات في البكاء، ولكن تفاجات بشي حد كيدق الباب ديال البيت وكيفتحو. حاولت تمسح دموعها دغيا، واختها الصغيره دخلات وهي كتشوف فيها بحرج، ولكن قالت ليها غير دخل. جلسات الدعاء قبل الداليه وقالت ليها: واش يمكن لي نسولك مالك؟ بابا وماما قالوا لي باش ما نهضرش معاك في داكشي اللي وقع، ولكن ندخل على فجاه لقاك كتبكي، يعني بصح كاينه شي حاجه، عاودي لي شنو واقع. تبسمات الداليه وهي كتشوف اختها وقالت ليها: والو، غير منرفزه شويه وصافي. واش بسبب داك السيد اللي غيجي يخطبك؟ توترت الداليه وردت عليها بالنفي، ولكن دعاء كملات وقالت: واش انتي مازال مرتبطه مع ديك الولد اللي في الجامعه؟ خدات الداليه نفس عميق وتبسمت وقالت ليها: مازال معاه. هنا تبسمت الدعاء وقالت ليها: ايوا كملي لي قصتو، شنو درتي معاه من بعد ما تعرفتي عليه؟ هنا داليه غادي تبدا تعاود الدعاء على حاتم وكيفاش بغاو بعضياتهم من بعد ما تعارفوا، وكانوا ابرز 2 طلاب في الدفعه ديالهم، كانوا نوابغ ودايما متميزين، وكل شيء كيعرف داليا وحاتم، كانوا متفوقين على كل شيء في كاع المواد بدون استثناء. والغريب هنا باللي كانت عندهم نفس الموهبه تقريبا. داليا كانت كتكتب الشعر وحاتم كان كيكتب الروايات ديال الرعب. الاشعار ديال داليا كانت كتبهر اي واحد كيسمعها، والروايات ديال حاتم القليله كتخوف اي واحد كيقراها. وداليا حتى هي دائما ما كانت كتخاف من داكشي اللي كيكتب حاتم، السبب هو داكشي الغريب اللي كان كيكتب. الروايات ديالو كانت معقده ومحبوكه، وكيتعمق في الشخصيات ديال الابطال حتى كيخرج منها شي حاجه كتصدم كل شيء، والقارئ بنفسه كيحس باللي واحد من الابطال ديال الروايه. واللي كان كيصدمها اكثر هي النهايات الغريبه والحزينه اللي كان كيدير لداكشي اللي كيكتب، واللي ما كيتوقعها حتى واحد. حاول شحال من مره يعرض الروايه ديالو على دور النشر، ولكن الاجابات كانت دائما بالرفض. ولكن داليا كانت دائما معاه وكتواسيه. دازت السنه الثانيه في الجامعه، وكان اصعب وقت كيدوز عليهم هو الوقت ديال العطله الصيف. حاتم كيمشي عند عائلته للمنصوره، وداليا كترجع لعند عائلتها في الاسكندريه. حاتم كان كيدوز العطله في القرايه والكتابه وكيتبع مع الطبيب الخاص، من بعد نعرفوا علاش. كتسالى العطله وكيرجعوا العشاق ديالنا للقرايه في السنه الثالثه، وكلهم شوق باش يتلاقاو مره اخرى. نضجوا العشاق وبدات المسؤوليه كتزاد في السنه الثالثه، بقى عام ويسالي، ومن الواجب على حاتم يتقدم باش يخطب داليا، ولكن هي عمرها جبدات او لا حتى لمحات لهذا الموضوع. ولكن حاتم مع راسو كان كيشوف باللي الوقت كيدوز وخاص يخططوا للمستقبل ديالهم مع بعضياتهم. هاد العام المهارات الكتابه عند حاتم تطورات بواحد الشكل كبير وملحوظ،
ولكن دائما كيترفض من اي دار نشر مثاليه، وما لقاش شي حد يقبل ياخذ المخاطره وينشر الشاب في العشرينات. دوات ليه بزاف على المخاوف ديالها على يتفارقوا، حتى هو دوا ليها على المخاوف ديالو، ولكن المخاوف ديالو كانت في شكال وغريبه. كان كيدوي ليها على الخوف ديالو من القبر، ومنين يموت، منين تبرد ذاته وتصلب اطرافه ويغطيو صحابو وجهو بالتراب، ومنين يدخل القبر المظلم بوحدو والكفن الابيض مغطي ذاته. واش غيكون واعي لديك الشيء اللي كيوقع؟ اش من شعور يحس به في ديك اللحظات؟ كنت كتسمع ليه وهي مصدومه. اش هاد المخاوف اللي كيحس بها حبيبي؟ خليو هادو هنا وغادي نمشيو لعند سيد ومحمد اللي كانوا دايين الجوتات. صباح العسل يا ابو ليلى، قال محمد العباره الاخرى هو كيعطي واحد الجوال للسيد اللي شدها حتى هو وجر منها شي جرات وردها ليه. كان محمد هو الممرض اللي جالس حدا سيد اللي كيسوق الطوموبيل اللي دايا الجوتات للمقابر. ديك الجوان كان هو التالي ليهم في ديك الليله. وعلى حساب الهضره ديال محمد ديك الاصطباحه هي غير البدايه ديال الليله. والاصطباحه هنا هي ديك التكيفات والمخربيقات. وكاينه اصطباحه اخرى مع العساس المقابر اللي اتفق معاه عليها في التليفون. نيت هاد المهمه تبغي الواحد يكون مغيب على الوعي. بقى سيد متبع النعس ديال محمد باش يوصلوا للمقبره، وبالفعل وصلوا. وقبل المقابر بشارع واحد وقف السيد كيف ما طلب منه محمد، اللي نزل من الطوموبيل ومشى في الاتجاه ديال المقابر في وسط الظلام. شي دقايق رجع وطلب من سيد يمشي معاه، ومن بعد مشاورات كثيره واخذ ورد اقتنع سيد باش يخلي الجوتات في الطوموبيل ويدخل معاه للداخل، بالرغم من الخطوره ديال يخلي الجوتات هكاك بوحدهم في الطوموبيل. منين دخلوا للمقبره لقاو في الدخله المظلمه شاب في 30 من عمره. قدموا محمد لسيد وقال لي بلي هذا هو العساس ديال المقبره. كان كيهضر غير بالشوي واخا ما كاين حد حداهم. البلاصه كانت كتجيب الخوف. كان هادي في يديه واحد البيل صغير كيضوي به، وهو صايقوم في واحد الشارع ضيق في وسط المقبره، وفي الجناب قبوره مفرقين على اليمين وعلى اليسار، وشي شجر كبارين كيبانوا في ديك الظلام بحال شي اشباح. بقاو كيتمشاو مع الشارع شي دقايق قلال، وتبدل الشكل ديال الشارع ولاو المقابر غير على اليسار، وعلى اليمين مقابر بحال البيوت صغار فيها باب ديال الخشب ولا الحديد، ومعلقه عليهم بلاكه ديال الرخام بيضاء نحوت عليها السميات ديال شي عائلات مع التاريخ اللي تبناو فيه. قبوره VIP. بقاو تابعين هادي حتى وصلوا قدام واحد البيت صغير شاعل فيه الضوء. كان البيت اللي كيسكن فيه هادي غرفه صغيره نسبيا مصبوغه بالبيض وعامره ربل وفيها تلفازه. جلس السيد على واحد الكرسي ومحمد جلس على فراش صغير تما بواحد الطريقه كتدل باللي ديجا متعود يجلس في هاد البيت. هنا قال محمد لهادي يلا تغير لينا المسائل، غنموت باش ندوق السلعه الجديد. دخل هادي لواحد الكوزينه صغيره وخرج معاه شيشه وجلس يقد فيها، والسيد غير متبع بعينيه شنو كيوقع. جلس هادي من بعد حدا محمد على الفراش وهو كيجرم ديك الشيشه جرات بالزربه، وقال لمحمد شحال من جوت معك؟ جر محمد واحد الجره طويله وكتمها شويه وخرجها بالسيم تاعو وكيعطي الشيشه للسيد اللي شدها بحذر. وقال محمد لهادي اسيدي عندي 3 الجوتات. هنا سولو هادي وكل وحده بشحال. مد محمد يديه لجيبو وكيقلب على شي حاجه، السيد كيشوف فيهم باستغراب وكيتكيف. حتى جبد محمد واحد المبلغ من جيبو وقال لهادي 3 ب1000، انا غناخد 300 السيد غياخد 300 وانت حلال عليك الباقي. هنا سولو هادي والحالة الجثث كي دايره، واش ينفع التباع زعما، والعظام واش مهرسين، شنو وضعهم؟ هنا هضر سيد وتخطى حاجز الصمت. منين سمع الهضره الاخر هادي وقال خويا بيناتكم اش من جثث اللي غتباع، اش من عظومه اللي كيدوي عليه، والفلوس اللي كتفرق ديال منه علاش؟ هنا هادي قال لمحمد واش صاحبك ما عارف والو ولا كيفاش؟ هنا عطى محمد العود الشيشه وهو كيقول للسيد هاد الفلوس الخلاص ديال العساس باش يدفن الجوتات،
واخا الجثث غتدفن بلا تصريح. عندنا تصريح ولكن مزور، وغنجبدوه الا وقعت شي حاجه. وهادي كيبغي يعاون الناس اللي باغيه تدفن شي واحد بلا مشاكل وبلا وجع الراس للحكومه والتحقيقات وهاد الهضره الخاويه. هنا سولو سيد واش الجثث علاش ما عندهمش تصريح؟ رد عليه محمد: الجثث ديال القصيده ديال التران والكار اللي شعلت فيهم العافيه البارح، هادو الجثث ديالهم. كيفاش؟ ما فهمتش. هنا تدخل هادي وقال: شوف سيد، من كتوقع شي قصيده وكيكونوا فيها جثث مشوهين وما عارفينش هما ليهم، الدوله الله يخليها لينا كتقول مثلا باللي 20 واحد مات، في الحقيقه كيكونوا 40. شنو كنديروا في الجثث اللي بقاو؟ يا اما كيسلموها لمواليها، بلا ما عرفوش يوصلوا ليهم كيدفنوها بلا تصاريح. شي جثث منهم يمكن فيها غير السميه ديال الجثه، بنادم مشتت كامل، فكيدفنوها بلا تصريح وكيتسد الملف. نسولو سيد، يعني هاد الجثث غيتدفنوا بلا ما يعرف عليهم شي حد شي حاجه؟ اييه انت فهمت. كان محمد في هاد المحادثه اللي دارت بين هادي وسيد كيتكياف وكيجرجر راس طوال وتقال من الشيشه، من بعد عطاها لسيد اللي خداها هو كيفكر. ومحمد كيقول ليه: شفتي كيفاش الموضوع ما فيهش مشاكل، وعندك حتى الاجر حيت كتعاون في دفن الجثث، يعني اجر وفلوس. انا سيد تفكر شي حاجه وقال لهادي: انت قلتي بلي غادي تبيع الجثث وباغي تتاكد من العظم ديالها، وكيفاش هاد الشيء؟ هنا هادي بان بحال لكعه وخدا ديك العصا من سيد وقال لمحمد: شوف ليك شي حل مع صاحبك محمد. هنا تدخل محمد وقال: شوف سيد، هاد الجثث كنز، طلبة ديال الطب باغيين يتدربوا في ديورهم، الناس كدير تجارب على اعضاء بشريه، ناس تجي تقول لك باغيه العظم ديال الجثث من بعد ما كتحلل، ناس باغيه جماجم طحنهم وزيد وزيد، كلهم كيخلصوا فلوس صحيحه. وثيق بيا، هادشي بليزير وماشي حرام، بالعكس انت كدير خير وكدير زوين مع الناس. كيفاش ماشي حرام محمد؟ واش حماقيتي؟ تكالما صاحبي وشويه وسمع. وفاش الجثه غتهموا لها مازال، مادام روحو صافي مشات عند الله. حتى الا بحثتي في الدين غتلقى باللي الروح هي اللي كتعيش في نعيم ولا كتعيش في جحيم منين كيموت بنادم. يعني الجثه ما بقات صالحه لوالو، والارض كتاكلها شويه بشويه. حنا كنفيدوا الطلبه ديال الطب وكنعاونوهم يتعلموا فيها، وايضا على قبل البحث العلمي. كل مصلحه عندها ناسها. بلع سيد ريقو هو كيفكر، في حين ان محمد خدا ديك العصا الشيشه وعطاها ليه وقال ليه هو كيضحك: نسى صاحبي وما تفكرش في هذا الشيء، وخلي اللي عايش عايش واللي ميت ميت، وحد ما يشكي لحد. رد عليه سيد: بصح ما كيشكيوش حيت ما عندهمش اللسان باش يهضروا ولا يقدروا يديروا شي حاجه. هنا قال لي هادي بسخريه: وشكون قال لك ما كيهضروش؟ شي مرات كيخرجوا رواحهم يلعبوا معايا وكيرجعوا مره اخرى. ضحك محمد وهادي، في حين ان سيد تبسم وسول هادي: واش بصح هاد الموضوع ديال الجنون والارواح؟ رد عليه هادي هو كيتكياف ومستمتع بالاستباحه ديالو: والله انا عمري شفت شي جن عيني في عينو هكا، سمعت اصوات وحسيت شحال من مره باللي حدايا شي حد، ولكن عمري شفت شي حاجه بعيني. ولكن القصص اللي سمعتها من عائلتي بزاف وبلا حساب. يعني انت عائلتك كلهم خدامين في المقابر؟ اييه، عمامي كاملين خدامين في المقابر، وجدودنا حتى هم. هنا حسيت بشي حاجه كتدخل في مجال الرؤيه ديال عينيه اليمين، وبالضبط جهه الباب ديال البيت. شاف جهه الباب بشوي باش يتاكد، ولكن تفاجأ بعينين خضر كيشوفوا فيه بخوف. شاق سيد ووقف ورجع للور، تعكل وطاح. ومحمد وقف هو مخلوع وكيشوف جهة الباب. واش بغيتي تاكل شي حاجه عالي؟ اللي قال هاد العباره كان هو هادي، اللي ما حيدش عينيه على الشيشه وهو كيقول هاد الهضره بنوع من اللامبالاه. من بعد تبعها بمد يديه على واحد الطبله اللي حط عليها شي حوايج، وخدا ميكا فيها شي فتات ديال الخبز قديم ورماه في الاتجاه ديال ديك الشخص اللي واقف قدام الباب.
وجا حدا رجليه. جلس ديك الشخص اللي واقف على ركابيه وخدا ديك ميكا وجبد منها طرف الخبز، بدا كياكلو وكيشوف محمد وسيد اللي مخلوعين ومسمرين في بلايصهم، كيتسائلوا على شكون هذا الشخص. في الحقيقة هذا الشخص كان شاب في العشرينات، ملامح وجهه مغطية بالتراب والوسخ، وواخا هكا كتبان زوينة، وبالأخص مع عينيه الخضر، شعره مغبر وموسخ وطويل كتر من القياس، وداتو ضعيفة، حوايجو مقطعين ورجليه حفيانين، المظهر ديالو كيجيب الشفقة كتر من الخوف. هو كياكل ديك الخبز الحافي وكيشوف فيهم. انا نطق محمد وسول هادي وقال لي شكون هاد الولد؟ رد عليه هادي فشكال واش اول مرة تشوف علي؟ راه معروف عندنا هنا. جلس السيد على الكرسي وكانت كالما شوية، وحتى محمد جلس على الفراش وخدا العصا الشيشة وكيسمع لهادي اللي هضر مع علي وقال ليه سير دابا علي وخذ الماكلة معك. خدا علي ديك الخبز وخرج من الغرفة بهدوء. انا قال ليهم هادي شحال هادي من اللي كنت صغير كنت كنسمع واحد القصة على واحد القبر هنا لواحد الشيخ سميتو ابو العيني، تدفن في ديك القبورة الVIP اللي ذكرنا سنة 1911. كان هذا هو التاريخ اللي محفور على القبر. المهم اللي كان حاضر في هذا الوقت هو باين جدي اللي بدورو وصى جدي الوصية، واللي جدي وصى بها با وبا وصاها لي حتى انا. سولو محمد هنا اش من وصية؟ رد عليه هادي ما نقربش لديك القبر كل نهار ديال الثلاث، واخا نسمعوا الاصوات ولا نشوفوا شي ضواو فيه ولا شي حد كيغوت. سولو هنا سيد هو مخلوع ديال اش هاد الاصوات؟ رد عليه هادي وقال بزاف ديال الهضرات قالت. جدي كان كيقول باللي الشيخ ابو العينين كان من المتصوفين، وكان راجل زاد في الدنيا ما كيهمو لا مالها ولا متاعها، وكل نهار الثلاث كتكون حلقات ذكر كبيرة كيديرها الشيخ ابو العينين في حضرة الجان، ولا كيقولوا باللي اللي كيموت كيبقى القارين ديالو عايش، وكاع الناس الصالحين اللي ماتوا كيتجمعوا في هاد الليلة وكيذكروا الله حدا القبر ديال هاد الشيخ الصالح. وبسبب هاد الشيء ما كناش كنقدروا نقربوا للقبر ديالو في الليل. وجدي قال لينا باللي بعد ما تدفن الشيخ بشي عامين من بعد مات شي حد من العائلة ديالو، فتحنا القبر ودخلنا الراجل ندفنوه اللي كانوا كيقولوا عليه باللي كان قبيح وطاغية وكياخذ من الناس الفلوس باش يحميهم، وشحال قتل الناس وبهدل الناس. المهم جدي كيقول باللي كان صغير ديك الساعة منين دفنوا هذا الراجل حدا الشيخ ابو العينين. من بعد 2 ليلات من الدفينة بداو كيسمعوا الاصوات ديال شي حد كيغوت بحال كيتوجع، والصوت كان جاي من القبر د عائلة ابو العينين. دازو شي ليالي على هاد الحال، حتى لواحد الليلة حلم باين جدي وخوتو في نفس الليلة بالشيخ ابو العينين جا ليهم في المنام كيغوت وكيسب وكيقول ليهم حيدوا هاد النجيس من حدايا. الحلم تعاود شحال من مرة. وواحد النهار جاو العائلة الشيخ ابو العينين وطلبوا يحيدوا ديك الجثة اللي عاد دفنوها من حدا الشيخ، حيت حتى هما زارهم في المنام بزاف د المرات ووصاهم باش يديروا هاد الشيء. المهم فتحوا القبر وجبدوا الجثة ودفنوها في بلاصة اخرى، وداروا واحد الحاجة غريبة بزاف. كان الترقب وصل للقمة ديالو في هاد النقطة من الحكاية الغريبة، ومحمد وسيد كيتسناو من هادي يكمل، واللي بالفعل كمل وقال بوين جدي وخوتو حيدوا الباب د الحديد من القبر وبناو بلاصتها سور د الحجر، وحطوا عليها رخامة بسمية ديال الشيخ ابو العينين وعليها السنة اللي كيقولوا باللي مات فيها، وهكا ما قدر حتى واحد يدخل لديك القبر من ديك الساعة. الموضوع ديال الأصوات واش حقيقي ولا غير هضرة؟ والله أنا ما عارف، ولكن عمري ما قربت من ديك البلاصة بالليل ولا سمعت شي صوت إلا في النهار اللي شفت فيه الولد علي. شكون علي؟ علي الطيب، الولد اللي كان واقف هنا عالدابة. انت لاش كيسحاب لي كنقول لك هاد الحكاية؟ باش نقول لك شكون هو هاد علي. تقاد هالتي في جلستو وعطى الشيشة للسيد وكمل هضرتو وقال كان عقل. يمكن كنت كنقرا في الليسي واحد الليلة ديال الثلاث، كنت جالس كنتعشى مع الوالدة والوالد
واحد اللحظة سمعنا الصوت ديال شي حد كيبكي وكيغوت وكيتوجع، ولكن الصوت بحال جاي من دري صغير. خرج الوالد كيجري وانا خرجت موراه كندورو على البلاصه اللي جاي منها الصوت كيزيد وحنا غاديين في الاتجاه ديالو حتى وصلنا للقبر ديال الشيخ ابو العيني. هنا الوالد حبسني وقال لي ما تتحركش من بلاصتك وما خلانيش نكمل معاه، ومشى هو بين القبورة حتى لواحد اللحظة سمعته كيقرا القرآن بصوت مجهاد وكيعيط على هذاك اللي كيبكي ويغوت. شوية وانا نلقاه جاي وهز في يديه دري صغير فاتح عينيه وفمو والشكل ديالو كان ما معديش 8 سنين. الوالد كان شادو كيحاول يهضر معاه، ولكن الولد كان ساكت وفاتح فمو مصدوم. ديناه معنا للدار باش نحاولوا نعرفوا شكون هو. الولد كان لابس نقي وباين ولد عائلة، ولكن ما كيهضرش كاع، وبقى هكا الليل كامل. الوالد قال منين قرب لمقبرة الشيخ ابو العينين ما لقى والو، وهذا الولد كان واقف وساكت وكيشوف الصور اللي سد المقبرة. الوالد جلس شي شهور وهو كيقلب على العائلة ديال هذا الولد ولكن بلا فايدة. سماه علي وبقى كيمشي غبر يومين ويرجع لعندنا، بقى عايش هنا في المقبرة كيباس بين القبور. خلينا هنا يعيش حياته حتى الناس ولفوه وخلاوه يعيش حياته من نعرفوا القصة ديالو، ولا اللي قد يعاونو بشي حاجة كيعاون. عمروه هضر ولا أذى شي واحد، ديما في حالو ما كيسول لا على ماكلة ولا على نعاس، كياكل أي حاجة عطاوها ليه الناس وكينعس في أي بلاصة وقف عليه فيها النعاس. ديك الشي علاش سمينا عليه علي الطيب. واش عرفتو دابا القصة د علي؟ هاد اللحظة كان ديك البيت عمر بالدخان، والمفعول د المخدرات بدا كيلعب بعقولهم، وبدات الجسات كترخى. فما هضر حد منين سالا هادي الهضرة. بقاو شي دقايق كيتكيفو حتى نطق سيد وبان بحال تفكر شي حاجة وقال الجوتات اللي في الطوموبيل نسيناهم. هنا ضحك هادي وقال ليه تيق بيا باللي نسيت راكم جايين باش تدفنوا الجوتات. الجلسة الزينة ما كتعوضش، ولكن الخدمة خدمة. وقف هادي كيترنح وقال لهم يلا الشباب نكملوا الخدمة ديالنا. هادشي اللي كاين في هاد الحلقة اخوتي، ان شاء الله نشوفوا في الحلقة الجاية الشباب شنو غيديروا مع الجوتات. مع السلامة.